اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وصحه وسعيد. والله وانا كلامي النهارده موجه لكل ام واب عاوزين فعلا ولادهم يطلعوا اصحاء نفسيا، يبقى ما عندهمش كده مشاكل، او لو حتى في مشاكل موجوده تبقى مشاكل بسيطه، مش اللي هي بقى ايه تودينا في 60 داهيه ونفضل كده نلف حوالين نفسنا. طب الاهم حاجه، اهم حاجه لازم ناخد بالنا منها، بعيدا بقى عن تصرفاتنا مع اولادنا، ناخد بالنا ونركز في تصرفاتنا احنا مع بعض في البيت. يعني الاب لازم يحترم الام، ما ينفعش ان انا اطلع طفل او طفله في وسط بيئه الاب فيها بيهزق الام، هو ما وراهوش حاجه غير ان هو يتعامل معاها بالالفاظ، سواء كان في الهزار او في الجد. طب ما هو الموضوع كده، يعني ده يمكن لو احنا هزرنا بشكل مش لطيف شوية الدنيا تعدي، لكن تخيلوا بقى في وقت الجد الموضوع بيفرق جدا مع اولادنا. جربوها كده و... وانتوا بتهزروا اخبطوهم خبطة جامدة، او قولوا لهم كلمة هم مش بيحبوها، هتبصوا تلاقوهم بقى ايه وانتوا بتهزروا ياخدوا الموضوع عادي ومش زعلانين ومش متضايقين، بالعكس ده بيهزروا وبيضحكوا معاكوا وواخدين الموضوع بقى بصدر رحب وممكن تلاقوا صوت ضحكهم ده جايب اخر الشارع. طب جربوا تعملوا نفس الموقف وهم متضايقين، او انتوا متعصبين عليهم وهم متضايقين من رد فعلكم معاهم. انتوا لو عملتوا كده بس كده، اظن الموضوع دوت احنا كلنا مجربينه مع اولادنا. مجرد ما هتلمسوهم هتبصوا تلاقوا بقى ايه، يعني سرينة عياط كده اتفتحت ومش هيقفلوا مهما كانت الضربة بسيطة. فانا عايزة اقول لكم بصوا الموقف بيفرق ازاي، وهو ده الفرق. ما يجيش مثلا الاب يجي ومشاتم الام او زائقها او ضاربها، او بدأ ان هو مثلا يوجه لها حاجات مش لطيفة قدام ولادها. طب ما انا كده بعمل ايه؟ انا كده بعمل ايه؟ ده انا كده بدمر الدنيا. الام دي اللي هي اصلا يعني هقول لكم ايه، الحضن كده، الحاجه الدافيه بالنسبه للولاد اللي هم لما بيكونوا قلقانين او خايفين من حاجه بيجروا يستخبوا فيها. فتخيلوا هي نفسها مش حاسه بالامان وولادها شايفين ده، هل هم بعد كده هيبقى الموضوع بالنسبه لهم عادي وهيقدروا يجروا عليها ويحسوا ان هم مرتاحين؟ طب بلاش طريقتك ووضعك وتصرفاتك مع مامتهم هتخليهم يحسوا ان انت فعلا اب قد المسؤوليه، وان انت قد الثقه، وان انت تقدر تحميهم او تاخدهم كده في حضنك وتبقى انت مصدر الامان. احنا عارفين طبعا ان الاب مصدر الامان للطفل، فخلاص انت كده بتضيع الدنيا. ومش هقول ان الموضوع او اللوم واقع على الراجل بس، لا، الام كمان عليها عامل كبير جدا. ما يبقاش هو الراجل محترم وكويس وبيحاول ان هو ياخد باله من تصرفاته معاكي، وتيجي حضرتك بمنتهى السهولة يقولك حاجة فتروحي بقى متعصبة ومتشنكة وصوتك دوت يعلى وطبقة صوتك بسم الله ما شاء الله تعدي الليفل، ونبص نلاقي الجيران بقى بدأت تشتكي وتبلغ عنكم ان شاء الله ازعاج سلطات. لا، ما هو مش كده. ما هو انت لما ترفعي صوتك والموضوع بقى يعلى جدا وهم شايفين ان الاب كويس والام كده، فانت كده انت كده بتكوني ايه؟ بتكوني ايه؟ خصوصا لو عندك ولد، بتكوني ان خليك عادي مفيش مشاكل، اي حد بقى يبهدلك ويهزقك الدنيا تمام. فهو الموضوع كده عبارة عن كفة ميزان، احنا لازم نعدلها. زي ما هو هيتصرف كويس انت هتتصرفي كويس. طب ما احنا لازم برضو نعدل بعض، ما هو احنا ندور ونفتش جوانا علشان نقدر ما نوصلش للحالة اللي هي ايه، نتخانق بينا وبين الولاد. طب الظروف اضطرت، ما احنا مش ملايكة، احنا لازم هنتخانق. خدي بعضك انت وهو واتخانقوا في الأوضة، ان شاء الله تقطعوا بعض، بس اهم حاجه ولادكم ما يعرفوش الحاجه دي. وما تقولوش ان الموضوع صعب، الموضوع مش صعب، ولا انا جايبه حاجه من افلام خيال علمي. انا شخصيا بعمل كده لما بيكون في حاجه زي كده، بقفل باب الاوضه، ولو حسيت ان الليفل بتاع صوته عالي ببدا انا اوطي الليفل بتاع صوتي علشان الدنيا تمشي. طب بدات انا بقى ايه اتعصب شويه، هو بقى ايه الليفل بتاعه بيبدا يوطى شويه، علشان عارفين انتوا اللي هو ايه بيمتصوا غضب بعض. لو انا متضايقه ومتعصبه فهو بيبقى هادي، لو هو العكس فانا لازم ابقى هاديه. وما ينفعش نهمش من دور بعض، طول ما احنا بنهمش من دور بعض مش هنبقى طايقين بعض، هنبقى واقفين لبعض على الند. لازم نقدر دور بعض، ولازم كل واحد فينا يعرف ان التاني عليه مسؤوليات وعليه ضغط كبير جدا. انت عليك ضغط ومسؤوليات بره البيت، والام برضه عليها ضغط ومسؤوليات بره البيت جوه البيت. لو انت هتاخد ريست فهي ما بتاخدش، هي بسم الله ما شاء الله عندها ايه يعني الموضوع مفتوح.
وده إن شاء الله نبقى نتكلم عنه يعني في مرة تانية، إن لازم هي تاخد ريست يعني عشان حرام. فيا ريت أي حاجة نبعدها عن ولادنا، يا ريت أي تصرف مش لطيف، أي حاجة هتجرح مشاعرهم نبعد عنها تماما. طب نيجي نتكلم عن تيتا، نتكلم عن خالته، نتكلم عن عمته، عشان أنا عارفة بقى اللي هو إيه، بص العقربة، بص الحرباية، بص ده مش عارفة إيه. يا ريت يا جماعة نلم ألفاظنا شوية، وبلاش الموضوع دوت يبقى قدام ولادنا، لان هم هيكبروا على كده. حتى لو الناس دي مش كويسه، هم في مرحله مش مستوعبين، هو كل اللي بالنسبه لهم مستوعبينه ان دي خالته ودي عمته ودي تيتا والموضوع انتهى. لكن حته بقى اصل دي بتتصرف ازاي ودي مش بتتصرف ازاي، لا. ومهما كان ولادنا، انا عارفه ان الموضوع مختلف والجيل ده مختلف عن جيل قبل كده، بس برضو الموضوع والله يا جماعه بيفرق جدا في نفسيه ولادنا. خلينا نركز في تصرفاتنا، خلينا نركز في كلامنا وافعالنا، خلي الموضوع كده يبقى هادي شويه علشان نكون جيل كده بقى يعني كويس. عجبكم طب المهزله اللي حاصله دي؟ انا والله كل ما اسرح كده واشوف الجيل اللي طالع، الموضوع صعب يا جماعه، وكل ما ده بيبقى اصعب. لا يعني كتير كتير يعني، في ناس مهمشين كتير جدا. الجيل بقى سطحي قوي يا جماعه. فين الجيل الجميل؟ كل جيل وليه مميزاته وليه عيوبه. دلوقتي الدنيا اتطورت وهم عارفين حاجات كتير اكتر مننا، بس للاسف حتى التكنولوجيا اللي اتطورت ولادنا في اوقات كتير جدا بيستخدموها غلط، لان احنا ما وجهناش. ربنا يحفظ ولادنا جميعا.